أكبر خطأ بنقع فيه بعد الجواز هو الاعتياد، إننا بنبطل نقول كلام الحب، وبنبطل نظهر الاهتمام، وبنفتكر إن وجودنا في بيت واحد كفاية. طيب تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان شايل هموم أمة كاملة. لما سألوه من أحب الناس قال بكل ثقة عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجدد الحب كل يوم، كان بيعلن حبه لزوجته أمام الناس، كان بيكسر روتين الاعتياد بكلمة، ابتسامة، مشاركة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الزواج مش عقد بنمضيه، الزواج رحلة محتاجة كل يوم تجديد. اللي بيعتاد على وجود شريك وبيبطل يعبر له عن حبه هو اللي بيقتل العلاقة ببطء. الاعتياد بيقتل الحب، والتقدير هو اللي بيحييه. ابدأ اعلن حبك وتقديرك لشريكك بوضوح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل.